كان يا مكان في قديم الزمان كان في ولد اسمه علاء الدين. علاء كان زيه زي اي بني ادم، جه الدنيا دي ونفسه يعيش فيها حياة سعيدة، لكن الفقر كان ما عنده، لغاية لما بتيجي ليلة بتغير معاها كل ده وبتتحول حياة علاء 180 درجة. كل ده حصل لما خدوا راجل عجوز لكهف اسمه كهف العجائب. ولما نزل علاء الكهف ده لقى المصباح السحري ودعكه بالغلط عشان بعدها يطلع الجني ويلبيله التلات امنيات. وبعد ما بيسرق جعفر المصباح بيتحول لكيان قوي محدش قادر عليه، لكن علاء بذكائه بيقدر يغلب جعفر وبينتصر على شره. وبسبب كده السلطان بيجوزه بنته ياسمين عشان بعدها يعيشوا في ثبات ونبات ويخلفوا صبيان وبنات. دي كانت قصة علاء الدين اللي قدمتها لينا ديزني، بس القصة الأصلية في كتاب ألف ليلة وليلة كانت غير كده خالص. تعالوا احكيها ليكو. بس قبل ما نبدأ حكاية علاء الدين ياريت لو وصلتوا لحد هنا تدوسوا لايك وتشتركوا في القناة، وكمان ياريت تفعلوا زر الإشعارات عشان يوصلكم كل جديد. في القصة المذكورة في كتاب ألف ليلة وليلة، علاء الدين كان شخص كسول جدا ومعتمدش عليه، ومن شدة فشل علاء في حياته ونطاعته أبوه بيموت من الحزن عليه. اللي حصل بعد كده كان هو أهم حاجة في الحدوتة. بعد ما أبو علاء بيموت بيجيله واحد غريب بيقوله إن عمه، وبعد كده بياخده الكهف بعيد في الصحراء. وعم علاء بعد كده بيديله خاتم يساعده لما ينزل الكهف، لكن علاء ما كانش غبي للدرجة دي. هو كان عارف إن ده مش عمه وإنه ساحر. واول لما بيجيب علاء المصباح بيرفض يديه للساحر، فالكهف بيتقفل عليه. وبالصدفة علاء بيدعك الخاتم بتاعه فبيطلع له مارد الخاتم. وبيكتشف علاء بعدها ان المصباح كان فيه جني، بس جن المصباح طبعا اقوى من جن الخاتم. وبسبب المصباح العجيب علاء بيغتني بسرعة، وبعد كده بيطلب الاميرة بدر البدور من ابوها السلطان. وبعد ما بيتجوزها بيعيشوا حياة سعيدة، لغاية لما بيجي يوم بدر البدور بتقابل راجل عجوز بيبيع مصابيح، فبتديله المصباح القديم بتاع جوزها. وهنا خدعة الساحر بتنجح وبيلاقي المصباح اخيرا. واول طلب بيطلبه من مارد المصباح انه ينقل قصر علاء الدين ومراته لمكان بعيد خالص محدش يقدر يوصله. واول لما بيوصل علاء قصره بيلاقيه اختفى ومعاه اختفت بدر البدور. وهنا استعان علاء بمارد الخاتم عشان يساعده مارد الخاتم. اول لما عرف مارد الخاتم كده قال لعلاء ان الساحر لقى المصباح. وطبعا لما لقى المصباح خلى المارد بتاعه ينقله هو ومراته. ولما طلب منه علاء يواجه مارد المصباح جن الخاتم رفض عشان قوته اقل بكتير من قوة مارد المصباح، لكنه بعد كده بيساعد علاء الدين بطريقة تانية لما بياخده للمكان اللي اختفى فيه القصر. وهنا علاء بيشوف بدر البدور وبيطلب منها انها تسم الساحر، وبتنفذ الاميرة خطة علاء الدين. وبعد كده بيموت الساحر الشرير وبيرجع المصباح لعلاء الدين تاني عشان بعدها يستدعي مارد المصباح وبيطلب منه انه يرجع القصر لمكانه تاني. وبعدها علاء وبدر البدور بيعيشوا في ثبات ونبات. انا في رايي ان قصه علاء الدين الاصليه احلى بكتير من النسخه اللي قدمتها لينا ديزني. بس بعيدا عن كل ده تعالوا نتكلم في المهم ونجاوب على السؤال الاهم اللي انتوا اغلبكم داخلين الفيديو عشان تعرفوا اجابته. ايه اللي كان ممكن يحصل لو علاء الدين ملقاش المصباح السحري؟ بس انا مش هعرف اجاوب على السؤال ده لوحدي، عشان كده قررت استعين بصديقي دكتور سترينج عشان يفتح لنا بوابة الاكوان الموازية ونشوف علاء الدين في عالم تاني من غير المصباح. اكيد كانت في حاجات كتير هتتغير في القصة لو المصباح مش موجود. بالنسبة لقصة ديزني، علاء لو ما كانش لقى المصباح ما كانش هيتجوز ياسمين، لان السلطان ما كانش هيوافق يجوز بنته لحد فقير. ومن ناحية تانية جعفر كان هيسيطر على المدينة. ومش بس كده، ده كمان كان هيسيطر على الملك ويتجوز ياسمين. والاحتمال الأكبر إن جعفر كان هينفع علاء من المملكة وكمان يقتله. أما بقى بالنسبة لقصة ألف ليلة وليلة، علاء كان هيفضل زي ما هو عاطل وكسول وما كانش هيختني، وبالتالي عمره ما كان هيتجوز الأميرة بدر البدور. كل ده جميل، بس الحاجة اللي أنا لاحظتها، الحاجة المختلفة الوحيدة في نسخة ألف ليلة وليلة واللي ميزتها عن نسخة ديزني إن في النسخة دي ما كانش فيه عدد محدد من الأمنيات، بعكس نسخة ديزني اللي كان عدد الأمنيات فيها 3 بس. لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك واشتركوا في القناة، وكمان ياريت تفعلوا زر الإشعارات عشان يوصلكم كل جديد.